في قصة يا اخوان في الاثر احنا نتكلم انه اتق النار ولو بشق تمرة وتبرع بالريال وبال100 ريال وبال50 ريال، فما بالك بمن انجاه الله من كرب عظيم برغيف خبز. ايش؟ برغيف خبز. هذه قصة في الاثر يا اخوان حصلت في بغداد بين الوزير ابن الفرات وعالم الدين ابو جعفر بن بسطام. كانا اصدقاء في الطفولة وكبرا معا وتعلما معا، ولكن لما افترقا عند العمل أبو جعفر بن بسطام أخذ جانب العلم الشرعي والتدين فصار عالم من علماء الدين، أما الوزير ابن الفرات اللي هو كان صديقه فأخذ جانب الوزارة والحكم. وطبعا الوزارة والحكم وعلماء الدين أحيانا بصير بينهم خلافات، وهذا ما حصل بينهم لأنه أبو جعفر بن بسطام كان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يقول كلمة الحق ولو في حق الوزير اللي هو كان يوما ما صديقه، فصار بينهم خلافات. شاهد القصة اللي يوما ما جاء أحد الأشخاص إلى أبو جعفر بن بسطام عالم الدين وقال له عندي مظلمة عند الوزير فأتني بحقي منه. هل تردد؟ على الإطلاق، على الرغم من كل الخلافات اللي بينهم ما خشي وما خاف، بل ذهب عنده مباشرة إلى مجلسه ووقف أمام الوزير ابن الفرات وقال له رد للرجل مظلمته. الغريب إنه الوزير ابن الفرات ما رد له الطلب، بالعكس قال لحاشيته وللملأ أعطوا الرجل مظلمته، ردوا له مظلمته مباشرة. وفعلا تم الأمر. أبو جعفر بن بسطام أراد أن يخرج من المجلس ويمضي، فالغريب إنه ابن الفرات ناداه قال له يا أبو جعفر ألم تستغرب إني أكرمتك؟ لأنه بينهم خلافات عبر التاريخ. قال له بالعكس، يعني الكريم لا يسأل عن كرمه، بارك الله فيك رديت للرجل مظلمته. قال لا، هل تعلم إني قبل يومين فقط رتبت لك ترتيبا عند أمير المؤمنين ليستأصل شأفتك؟ يعني قبل يومين بس أنا كنت ناوي أقضي عليك، أجيب آخرك رسميا، أقضي عليك رسميا. قال له معقول؟ قال له قبل يومين كنت جهزت لك تجهيز غريب وعجيب، ولكن صار لي يومين كل ما أجي في المنام وأقترب منك لأضربك بالسيف تردني برغيف خبز، أضربك فتردني برغيف خبز. فاستغربت ما الأمر؟ ما قصة رغيف الخبز؟ أنت ستخبرني ما هو قصة رغيف الخبز، ما هي قصة رغيف الخبز؟ قال له ما لا أعلم، رغيف خبز لا أعلم. قال له بل تذكر، المفروض أنت الآن تكون خلاص راحت عليك، أنا كنت مجهز لك دوبارة تقضي عليك تماما، ما قصة رغيف الخبز. تذكر أبو جعفر بن بسطام عالم الدين وقال له تذكرت الآن، علمتني أمي منذ الطفولة وأنا صغير منذ نعومة أظافري إنه أول رغيف يخرج من التنور أي من الفرن أن آخذه فأتبرع به للفقراء والمحتاجين والمساكين، وأنا على هذا الحال إلى يومي هذا. رغيف الأول للفقراء والمحتاجين، يعني رغيف الخبز اللي رد من الموت. سبحان الله. قال له فبهذا رغيف الخبز حماك الله مني. سبحان الله. وبعد ذلك تسامرا وأخذتهم الأيام وتذكروا الأيام الخوالي. سبحان الله كيف برغيف خبز الله نجاه تماما، فما بالك بمن يدفع أكثر من ذلك وأكثر. أتستهين بالريال؟ أتستهين بال10 ريال؟